عندي فضول اكتر من اي حد، ازاي قدرت تقلب الدنيا in no time؟ الإجابة الوحيدة هو الذكاء الاصطناعي. أنا أحمد محفوظ. كان عندي حلم من زمان، أنا بحاول أعمل إمباكت في الصناعة بتاعت ال AI بشكل مختلف شوية. ايه هي فيكي؟ أول فوليومتريك هولوجرام ديسبلاي في العالم، سوبر ديجيتال هيومن، زيه زي البني آدم بالظبط. الناس مستعدة لده؟ الذكاء الاصطناعي موجود من الستينات. حد هياخد وشي يركبه على فيديو؟ لا، الابتكار ما كانش هنا. احنا بنشهد النهارده كلنا ايفولوشن حقيقيه في البشريه. ناس كتير قوي هتستبدل بالذكاء الاصطناعي، ساعتها بقى مش هيبقى عندك الاوبشن ان انت تكسل. دول اللي هيبقوا ليفت بيهايند. ازاي ال AI هيساعد الناس ان هي تاخد فرص من غير حدود ومن غير ليبلز؟ تفاصيل التفاصيل لو سمحت. أحمد محفوظ واحد من المصريين اللي عملوا باز في وقت قصير قوي في عالم ال AI، والحقيقة أنا شخصياً عندي فضول أكتر من أي حد بيتفرج إن أنا أفهم أنت عملت كده إزاي، وإيه هي فيكي، وإيه هي حكايتك، وإزاي قدرت تقلب الدنيا in no time في مجال ال AI في مصر. اول حاجه فيكي تبقى مين؟ فيكي تبقى بنتي. أوكي. طيب لا، مش للدرجه دي طبعا. انا بحاول اعمل امباكت في الصناعه بتاعت الاي اي بشكل ملحوظ وبشكل مختلف شويه. كان عندي حلم من زمان. كنت بشتغل في مجال معين، مجال الهولوجرام تكنولوجي، وكنت بعمل حفلات ممكن تكونوا سمعتوا عنها زي ام كلثوم وغيره وغيره. كانت بالتور في الميدل ايست كتير. كان لازم نعمل حاجه بتثبت وجهه نظر التكنولوجي وتطور التكنولوجي في العالم. ان التكنولوجي مش للي معاه فلوس، التكنولوجي has to be accessible، لازم تبقى في متناول ايدي الجميع، وتبقى سهله وتبقى سريعه، وتطور من روتين الحياه بتاعهم، وذا اذا كان في الشغل او في البيت او في اي كان. قفلنا على نفسنا لمده سنتين تقريبا في سنه 2021، وعملنا ديفايس وي كليم ان هو اول فوليومتريك هولوجرام ديسبلاي في العالم. جهاز بتقدر تشوف فيه ايا كان المحتوى في صوره ثلاثيه الابعاد، وبتبقى شكلها حقيقيه جدا، ويقدر يخدم في مجالات كتيره جدا. بس بعد ما عملنا ده، والحمد لله ربنا وفقنا في ان احنا نعمل حاجه تغير شكل الديسبلاي تكنولوجيز او 3D ديسبلاي تكنولوجيز في العالم، كان لازم يبقى لها روح. يعني حسيت انه ممكن واحد صيني ياخده يشتريه يعمله ريفرس انجينيرنج يطلع بيه على الصين، هيعمله ارخص مننا واسرع مننا بكتير جدا. كان لازم يبقى فيه كومبلكسيتي من السوليوشن نفسه اللي يقدر بجد يعمل اضافه وادد فاليو للسوق، فايا كان ايه هو القطاع وايا كان هو المجال. طبعا كانت الاجابه الوحيده هو الذكاء الاصطناعي. وانا كنت لسه انا راجل بتاع كود وديفلوبر، بس ما كنتش متعمق جدا في مجال الذكاء الاصطناعي والLLMs والماشين ليرنينج او تعلم الآلة او ايا كان. خدت تجربه طويله جدا. دي مهمة قوي بقى. يعني ازاي اتعلمتها خدنا تجربة واخترعتها في وقت قصير قوي؟ بصي، خلينا نتفق ان كان اخر اختراع في العالم هو العجل، واي حاجة من بعد كده فهو تطور للطبيعي لكل شيء في الدنيا. انا لما حبيت اعمل كده كنت عندي مشكلة دايما ان انا حد هوجائي وحد فيري كيوتك، يعني غير منظم وصاحي على طول وبشتغل في 300 حاجة في نفس الوقت، ومحدش عارف يملكني في انه يسألني او يعرف مني جايدنس معينة في الشغل. فكنت دايما عندي الحلم بتاع ان انا يبقى عندي البيرفكت اسيستنت، الشخصية اللي تبقى عارفة عني كل حاجة وتاخد قرارات نيابة عني وتريحني، فتديني انا الوقت أأدي وظيفتي اللي انا بعرف اعملها كويس. وهنا كانت مشكلة كبيرة جدا بقى، لان احنا لما عملنا ده احنا وصلنا لعدد ضخم جدا من الديفلوبرز ومن الناس الناجحة جدا، ولكن ستيل دايما في العامل بتاع الجغرافيا. كل جغرافيا وليها طبيعتها. يعني الهنود اقوى ناس في السوفت وير ديفلوبمنت، الصين اقوى ناس في الصناعه وما يليه. احنا كمصريين كان عندنا فكر قوي جدا، بس امكانيات ستيل برضو ما توصلتش للي انا كان نفسي احققه واعمله. ومن هنا بدات الجا لطرق مختلفه شويه في ان انا
لا ابتكر العجله من الاول، ما اخترعش العجله من الاول، واشوف مين وصل لفين وابدا من عنده اعمل الابلكيشن بتاعي. وده سهل عليا كتير. اللي احنا عملناه هو ان احنا كان عندنا 3 حاجات لازم تحصل. 1 كان لازم يبقى عندنا برين، كان لازم يبقى عندنا مخ. وانا عايز اتكلم النهارده بالعربي قوي عشان عايز الناس كلها تبقى فاهمه هي داخله على ايه وايه اللي جاي علينا كلنا. لانه ما بين حتى امبارح والنهارده كميه التطورات اللي حصلت والاخبار اللي نزلت كانت فظيعه وهنرجع لها. والمعلومات كتير ومعقده، يعني الناس اللي هم مش في الاندستري او مش فاهمين الكلمات والابريفيشنز والديفينيشنز اللي بتتقال، هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل، بالرغم من ان احنا بنسميها في الاندستري بتاعتنا بالمسميات الطبيعيه جدا. يعني لما تيجي تترجمي المسمى نفسه هتلاقيه صحيح، هو ده الفانكشن فعلا اللي بتعملها طبقا للاسم بتاعها. يعني لما جيت عملت فيكي كان لازم عندي 3 حاجات. كان لازم عندي مخ الفيكي، ومخي يبقى فيري سوفيستيكيتد وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي. وكان لازم يبقى عندي فيجوال فيجر، كان لازم يبقى عندي شكل مرئي لتشخيص لهذا المخ، شكل انساني لهذا المخ. الحمد لله احنا عملنا فيتشرنج في احد البرامج المحترمه جدا اللي بتتكلم على الستارت ابس والانتربرينورز وازاي يقدروا يدعموهم كمستثمرين وكده. وطلعنا وعملنا الحمد لله بزة قويه. وفي وقتها ما كناش حتى لسه عرفنا نوصل للشكل الانساني، بس عرفنا نوصل للشكل الحواري، ان احنا نقدر نتحاور معاها باللغات. انا نفسي كنت بتفرج على الحلقه عامله كده مش فاهمه والله يسلمني يعني احنا مخي مش قادر يستوعب كده ولسه بعمل كده لما عملنا ده وحققناه الحمد لله، النهارده احنا نقدر نكليم ان احنا ابتكرنا السوبر ديجيتال هيومن، او التشخيص للذكاء الاصطناعي اللي قادر على اداء الوظائف وفهم المحتوى زيه زي البني ادم بالظبط. وكانت نقطه مهمه جدا لانه البز النهارده على الاي اي او الذكاء الاصطناعي هي بز جايه من ورا قد ايه الذكاء الاصطناعي هيعمل. بقى بيعمل صور وبقى بيعمل فيديوز وبقى بيكتب كتب وبقى بيعمل اسيز وبقينا بنغش في الامتحانات ونساله وهو يجاوب عننا. لا، الابتكار ما كانش هنا. الابتكار الحقيقي في العصر اللي احنا شايفينه دلوقتي، وده خلي بالك من رأيي الشخصي وبقتبس من ناس يعني تقيلة جدا في هذا المجال، احنا بنخوض السكند ايفوليوشن بعد الانيماليتي او اللي هو الديناصور وبعديها البني ادم. النهارده عصر الآلة جاي، فاحنا من ويتنس احنا بنشهد النهارده كلنا اول او تاني ايفوليوشن حقيقية في البشرية مع الذكاء الاصطناعي. وده ما يخلوش خطر خالص باي ذا واي، ولكن احنا حبينا نكون الحلقة الوصل ما بين ولد عنده 4 سنين او راجل عنده او سيدة عندها 70 سنة وتتفاعل مع الذكاء الاصطناعي. شوف انت بتقولي انا ببقى فاتحه بقي او انا بتفرج او انا بعمل عشان حاسه انك مش فاهمه. احنا كنا عايزين نبقى البريدج ده. لا انا حاسه انها مندهشه يعني مش فاهمه، انا مندهشه لا بصي، احنا كان هدفنا حاجه واحده، نبريدج جاب ما بين الناس اللي لسه بالنسبه لها دي حاجه جديده قوي، انا مش عارفه اتعامل معاها ازاي. لا، هتتعامل معاها زي ما بتعامل معاك دلوقتي. هقف قدامها وهكلمها وهتبقى شايفه وشي وانا شايف وشها، وهتبقى بتتعامل معايا بكل الناتشرال 5 سنسز، شايفيني وسامعيني، وعارفه اترجم ملامح وشي، عارفه اترجم ملامح جسمي، يعني حركاتي، طريقه كلامي، اللي انا اقصده عامل ازاي. هو ده البريدج اللي احنا كنا عايزين نحققه مع فيكي. ما هو في خوف كبير بقى من حتة ان ال AI او الذكاء الاصطناعي هياخد مكاني، طب انا هترفد من الشغل. طب فمحتاجين نعرف هو ازاي بيساعد الناس وبيغير الطرق التقليدية اللي بتشتغل بيها الشركات او اللي بيشتغلوا بيها الموظفين، لان في مخاوف كبيرة جدا عند ناس كتير، وانا كنت واحدة منهم قبل ما افهم طبعا تفاصيل، ان طب انا دلوقتي محتاجه بقى اعمل ايه يعني. خلاص مش هيبقى في مكان لناس كتير، وناس كتير قوي هتستبدل بالذكاء الاصطناعي. لا 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 لا, لا. خلينا نوضحها اكتر. اللي هيستبدل هي المهام مش الناس. العامل البشري هو هيفضل اهم عامل، وبيها في ناس فهمت ده من زمان واستغلت العامل البشري في ان هي تديله موتيفيشن ودرايفر وريورد وبنت بيه اهرامات. فالعامل البشري هو أهم مورد طاقة في الدنيا، عمره ما هينضب.
فانك تقدر تستغل العامل البشري ده بطريقه مظبوطه، هي دي اهم حاجه، هو ده الفوكال بوينت الحقيقي. لكن الذكاء الاصطناعي ما جاش عشان يبدل العامل البشري، هو جاي يساعد العمل البشري ويتشالنج العمل البشري. هو هيبدل المهام، هيبدل الدونكي وورك، هيبدل المهام اللي كانت بتخليكي تعملي نفس الحاجة هي كل يوم بنفس الطريقة، فتطفي جواكي الباشن والموتيفيشن انك تبقى عايزة تشتغلي او تعملي حاجة جديدة. ما بقاش دور البني آدم ده، لأنه بيستهلك طاقتك كلها. الذكاء الاصطناعي موجود عشان يسهل من هذه العملية ويساعدك في ده. فهو هيقضي تماما على أعمال معينة، ولكن في نفس الوقت هيكريت opportunities جديدة، فرص جديدة هتتشالنج فيها البشرية مرة أخرى بالسكيلز الحقيقية اللي ربنا خلقنا بيها، وهي الابتكار، الانوفيشن، الكرياتيفيتي. هنرجع تاني للمرحلة دي. في بلاد حافظت على ان هي تفضل تطور من العقل زي اليابان مثلا. لو اديكي مثال، تقدري تضربي دلوقتي 2,450,640 في 2؟ مستحيل. ليه؟ لان احنا اعتمدنا خلاص على الالكترونيات اكتر، اعتمدنا على الكالكوليتر اكتر، اعتمدنا على ان الآلة تعمل مهامنا. طب الاعتماد موجود، نستغلها صح بقى. اليابان شايفه انه لا، في ولد عنده 7 سنين صغير بيضرب 9 ارقام في 9 ارقام في اقل من ثانيه. فهي خلق الفرص الجديده دي هو اللي هيتشالنج البشريه تاني في ان هي ترجع لاصل السكيلز بتاعتها. السكيلز مش بتعمل مايكروسوفت ولا بتعمل اكسل وبتتكلم كام لغه، لا خلاص، هو اي حد النهارده هيعرف يتكلم اكتر من 160 لغه. في شركات النهارده نزلت تليفونات فيها بيلت ان دايركت على طول ترانزليتر، يبقى ما بيني وما بينك انا بتكلم صيني وانت بتتكلمي عربي، احنا الاثنين فاهمين بعض ونعمل كونفرسيشن لايف. فهو النهارده الباريرز بتاعت زمان اللي كانت موجوده هتبتدي ما تبقاش موجوده. فالتشالنج هو ان احنا بجد دلوقتي نبتدي نشغل ده تاني عشان نعرف ازاي ندرايف الويبن الجديده، التول الجديده. هي مش ويبن، هي طاقه جديده هتقدر تخلق مننا مهام اسرع، مهام مور اكيوريت، دقه اكتر، وهتخلق opportunities احنا ما كناش شايفينها قبل كده خالص، واسرع. هتساعدك ان انت توفر وقت ومجهود كبير قوي، فهيخلي انتاجيتك اسرع، فهيخليكي تبقي تشالنج. طب انا اللي كنت بجتهد قوي طول السنه عشان اعمله، انا بقيت بعمله في شهر، طب بقيت ال 11 شهر هعمل ايه؟ طب let's think more، يلا نكبر اكتر، نكسباند اكتر الاوبريشن بتاعتنا. هو ده مكان الذكاء الصناعي الحقيقي. طب وتفتكر ده مش ممكن يخلي ناس كتير تكسل؟ يعني انا دلوقتي مثلا لو انا هعمل ده اللي هيبقى ليفت بيهايند ماركتنج، بالظبط. ما انا بقى لو هعمل ماركتنج استراتيجي كنت بقعد شهر اعمل ماركتنج استراتيجي، دلوقتي ممكن اقعد 1 ويك، ممكن اقعد يوم، ممكن اقعد يومين، حسب حجم الاستراتيجي والبيزنس بلان عامله ازاي وكل الكلام ده. فهقعد انا كده وفرت الحاجه اللي انا كنت بعملها في 30 يوم عملتها في 3 ايام. ممكن اقعد بقيه ال 30 يوم انام بقى. مش ممكن يحول الناس لكده؟ بالعكس، هو دول اللي هيبقوا ليفت بيهايند، دول اللي هيتسابوا ورا، دول اللي لازم يثقلوا من السكيلز بتاعتهم بسرعه ويفهموا ايه اللي جاي علينا وازاي نستغله صح عشان يعرفوا يبقوا منتجين على طول. لان لو الكيان بتاعك شافك استخدمتي التول الجديده اللي هي الذكاء الاصطناعي عشان تعملي الاستراتيجي اللي كنت بتعمليها في شهر، النهارده في 3 ايام، وقاعده بقيت 27 يوم ساكته، لا يمكن يسيبك كده، لان انت اسد وجاب لك جنبك اسد تساعدك، فهيطلب منك طلبات اكتر، فالانتاجيه هتعلى اكتر. فهي دور الاداري النهارده هو ان احنا نستغل ده بكل طريقه ممكنه على مدار ال 24 ساعه. النهارده العمل هيبقى على مدار ال 24 ساعه، هنبقى احنا بنشتغل ال8 اللي بنشتغلهم، بس في ايجنتس ورانا، في عملاء ذكاء اصطناعي ورانا بتقوم بكل الدونكي وورك، عشان تروحي تاني يوم الصبح هتلاقي اللي انت كنت بتعمليه في شهر خلص امبارح. طب هنطور عليه ازاي؟ هو ده الاستغلال الحقيقي للذكاء الاصطناعي النهارده. هيبقى هو ميزته هنا ان هو هيساعد الناس ان هي تشتغل على الثقافه الشخصيه وتشتغل على النمو في قدراتهم العقليه وقدراتهم المهنيه، عشان ما يبقوش متسابين ورا. لان ساعتها بقى مش هيبقى عندك الاوبشن ان انت تكسل. صحيح. انت لو كسلت، انت النهارده في الماركتنج مثلا، في الاندستري بتاعت الكرياتيف اللي انا بشتغل فيها، انا بنام بصحى الاقي 15 ابديت طلع الصبح. انت نفسك امبارح كنا بنتكلم في حاجه، النهارده بتقولي انا صحيت الصبح لقيت حصل حاجه تانية. فالموضوع بقى
سريع وديناميك بطريقه مش طبيعيه. ده دورنا بقى دلوقتي احنا ان احنا نبقى بنواكب ده بسرعه قويه جدا، من اول الشاب اللي لسه في المدرسه لحد صاحب العمل. لازم نبتدي نفهم ونعرف ان الذكاء الاصطناعي بقى موجود existing وابليكابل. احنا كشركه بنحاول نغير حاجه مهمه جدا، نغير المسمى الارتفيشال انتليجنس لارتفيشال كيبل انتليجنس، من الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي القادر على اتخاذ القرارات والتنفيذ بيزد على جوده المعطيات اللي جايه له، عشان يقدر يديكي جوده محتوى، جوده ريزلت، جوده استراتيجي، ايا كان ايه الاوتبوت اللي هو هيطلعه في الاخر يعني. وده لسه فكر جديد، انه الذكاء الاصطناعي كابتكار، او معلش لو تسمحي لي اشرحها بسرعه قوي. الذكاء الاصطناعي موجود من الستينات، بس احنا ليه ما حسيناش بيه غير السنتين اللي فاتت دي؟ هو كان ليه كذا مرحله من التطور كده. بدات من اول النارو اي اي، موديول معين او سوفت وير ذكاء اصطناعي معين ليه دور واضح وصريح، لما بيشوف كذا بيعمل كذا اوتوماتيك. بعدين دخلنا بعد كده، وده انا بحسه شويه محتاج يتفهم اكتر، كلمه جنراتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي القادر على ابتكار المحتوى. ده الابليكيشن، مش الايرا بتاعه الذكاء الاصطناعي. الايرا بتاعه الذكاء الاصطناعي اللي هو كانت بدات من اول الجنرال لحد السوبر اي اي. والابتكار الحقيقي هنا زي ما قلت لك، انه هو بقى قادر على مش انه يعمل صوره وفيديو وفيلم، بقى قادر على انه يفهم صوره لو شافها زي ما انا وانت هنشوفها ونفهمها، او كتاب ويفهم محتواه زي ما انا وانت شفناها وفهمناها، او فيديو او فيلم ويفهم اكزاكتلي المسج اللي من وراه زي ما انا وانت هنفهمها. ده الابتكار الحقيقي دلوقتي. فمن اول هنا بقى في اورجانيزم، بقى في كائن جديد على البشريه، على الكره الارضيه، بقى عنده نفس قدره الفهم زي البشر. فتخيلي لما يبقى في 500 مليون شخص في العالم هيشتغل على انه اللي فهمه ده يطلع من اوتبوت، اللي هيطلع النتائج هتبقى مذهله طبعا، مش طبيعيه. العالم هيتقدم اسرع بكتير، مش طبيعيه. فبرافو عليك، لان مرحله التقدم اللي احنا كنا فيها، وذر اذا كانت من الحقبه الصناعيه للزراعيه ليه النهارده التطور مش هيبقى في مجال ومش هيبقى له مسمى، هو هيبقى تطور في كل حاجه حالا. فدورنا النهارده ان احنا بجد نبقى مستوعبين ان انا لو مش فاهم ده، لو مش عارف ده بيتكلم عن ايه، لو مش عارف ده واخدنا رايح بينا فين، وانا دوري ايه فيه وازاي استغله، انت هتبقى ليفت بيهايند. ما بقتش زي زمان انت معاك شهاده جامعيه ولا لا، النهارده بقيت بتفهم في الذكاء الاصطناعي وتعرف تستخدمه ولا لا، فاهمه الايرا الجديده ازاي بتعرف تستخدم التكنولوجي. لانه خلاص انت النهارده التكنولوجي بقت درايفر، بقت هي العجله اللي هتوصلنا من الى. فالاعتماد عليها الكلي مش اصح حاجه، وستيل هي دريفن، يعني هي لسه بتتحرك باللي احنا بنطلبه منها، والمفروض تاخد اكشنز بيزد على برضه اللي احنا هنقولها تاخده ازاي. ودي مشكله كبيره جدا ليها حالا دلوقتي بعض الاتجاهات عالميه يعني، لكن هنتكلم عليها طبعا. لكن لا، الصناعه بتتغير، العالم بيتغير قدام عينينا. في حاجه بقى عامله رعب لناس كتير قوي قوي قوي، زي بقى اللي يقولك انا الاي اي حد هياخد وشي يركبه على فيديو مش عارف ايه ويركب لي صور ويعمل حاجات دي. ودي احنا اصلا شفناها ساعات وانا بسكرول السوشيال ميديا، بلاقي مثلا النهارده الصبح لقيت فيديو حاطين وش فتحي عبد الوهاب الممثل على بلوجر اسباني كده بيطلع يعمل بريفورمانس على التيك توك وكده، وحاطين وش فتحي عبد الوهاب عليه لسه زي ما كنت وشكله هو. لسه زي ما كنت بقول لك انه التكنولوجي بتتطور بسرعه فائقه جدا، والابليكيشنز اللي الناس شغاله عليها لا تتخيلي حجم الكرياتيفيتي اللي فيها. فاللي انت بتقوليه مش غريب. زمان كنا بنسميه حاجه اسمها، يعني التطبيق ده كنا بنسميه ديب فيك، ازاي نشيل وش واحد ونحط بداله وش حد تاني، بس كان بيبقى باين قوي. دلوقتي بقى كان بيبقى سهل قوي ان انت تعرفه. دلوقتي بقى ريل تايم، يعني واحنا قاعدين دلوقتي حالا لو مركبين السيرفيس بتاعتنا وعليها الموديول، وشك هيبقى عليا ووشي هيبقى عليكي ريل تايم واحنا بنصور. طب والإثكس جايد لاينز بقى، الحاجة زي الشركة بتاعتك أو ال AI in general بيستخدمها لحماية المستهلك أو لحماية البشر عامة، إن البنات
ما تضطرش تتعرض في حاجه زي كده. ونفس الكلام برضو رجاله مش بس الستات، ما هو ممكن راجل يتركب صوته على حاجه في حاجات تانية اكتر من كده بكتير قوي. ازاي بقى بيبقى فيه يعني، هل بيبقى فيه حاجات مثلا بتحد من ده او بتعمل عقوبات او في قوانين؟ حاليا بصي اجان، خلينا ادالك بالمثال ده. احنا من سنتين بالظبط او 3 سنين كنا بنتخيل قد ايه الابليكيشن اوف جنريتيف اي اي تولز هتتطور، اللي هي التطبيقات اللي الذكاء الاصطناعي هيعملها زي اللي انت بتتكلمي عليها. ان انا النهارده ممكن اجيب صوره حد واخليه يقول اي حاجه انا نفسي اخليه يقولها، اجيب فيديو واغير فيه كل حاجه بدون اي اديتور تولز. ان انا اخد منك انت صوره واعمل منك سوشيال ميديا انفلونسر كامل وانت مش موجوده، واعمل منك كاركتر كامل واخليه يعمل كل حاجه، واعمل لك اكاونت وكل حاجه. احنا من 2 ل3 كنا بنتكلم على تخيل من 5 ل10 سنين الكلام ده هيحصل. فجأة بعد 2 لقيناه حصل. النهارده احنا بنتكلم على artificial capable intelligence، وقد ايه الذكاء الاصطناعي هيبتدي يتخذ قرارات، هيبتدي ياخد actions نيابة عننا. وبنقول عليها من 5 ل10 سنين برضو. توقعاتي وحصلت actually، يعني احنا كنا معتقدين ان احنا من اوائل الناس اللي في السوق اللي بتقول كلمة ACI، احنا عايزين نعمل artificial capable intelligence. وطلعنا فيكي عشان تبقى the perfect super meta human اللي تخلق ده وتحقق ده. النهارده بقى فيه، وده مش عارف هيبقى خبر حلو ولا وحش لناس كتيره، اعلن عن طريق شركه من الشركات الامريكيه الاوروبيه ايا كان، ما بقاش فيه النهارده اوريجين لمين بيعمل ايه تاني. خلاص اعلنت على اول سوبر اول سوت سوفت وير انجينير، شركه كامله من كل الديفلوبرز اللي ممكن تبقى موجوده في العالم اللي ممكن تعمل لك سوفت وير في ابلكيشن. وتسمحي لي اقول اسمه لانه يعني باذن الله احنا بدانا كوميونيكيشن معاهم النهارده عشان نبقى الفرونت اند. شركه الابلكيشن اسمه ديفن، بغض النظر عن اسم الكيان اللي وراها يعني. اعلن عنه النهارده وقلب الدنيا كلها، لانه بتيم كامل. هو النهارده خلاص هو السوفت وير ده لوحده بقى التيم الكامل. انا قادر اقعد معاه النهارده اقول له عايزك تعمل لي AI موديول بيعمل 1 2 3 4 وبيعمل ماشين ليرنينج كده كده كده، وهقعد اتفرج عليه وهو بيعمله قدامي. وبعد ما يخلصوا شغلانه ممكن تاخد 6 و7 شهور هتفرج عليها في 10 دقايق خلصت. واو. فانت النهارده ده مش هيخلي الشركات دي تفلس، ده مش هيخلي الشركات دي تبطل العمل، ده هيخلي الشركات دي تستخدم هذه التول الجديده عشان تتشالنج the most valuable asset في الدنيا، اهم حاجه ليها قيمه مضافه لاي بني ادم. فالنهارده ما باش الحمد لله عرفنا نكتب السوفت وير، طلع العميل موافق امضي، ما بقتش كده. العميل النهارده بنفسه قادر يقعد يعمل السوفت وير بتاعه بالابلكيشن الجديد ده ديفن. فهيقعد يتشالنج ديفن يقول له لا شيل لي، غير لي، زود لي. ما انا لو كنت بعمله في 7 شهور بقى بيتعمل في 10 دقايق. فانا لسه عندي الانرجي اني ازود واكبر وافخم من التول اللي انا عايزها تخدمني في شغلي. فهو زي ما قلنا did not eliminate، هو ما بطلش او بقى بديل البني ادم او بديل الديفلوبر. هو هيخلي الديفلوبر بدل ما يستهلك من وقته انه يقعد يكتب الكود ويغلط ويعمل ديباجنج ويشوف ترابل شوتنج عامل ازاي ويستعدله خالص. يا ديفن انا عايز اعمل من 1 ل10 بالرود ماب دي بالظبط، يلا، واقعد اتفرج عليها. فده اللي حاصل دلوقتي. الناس لازم تفتح عينيها ايه اللي جاي. البيزنس اونرز لازم يبتدوا يفهموا ان طريقه العمل بتاعتهم الكونفنشن القديمه هتبقى اوبسيليت. المنافسه هتبقى دمويه تماما، لان حجم التولز اللي بقت في الايد بقت قويه جدا. فالنهارده انت لو مش هتركب ده بسرعه وهتواكب ده بسرعه، وقبل ما تعمل ده هتفهمه عشان تعرف ازاي تستغله، يعني البقاء لله. جود لك. هل بقى المجتمع كان جاهز للدخله بتاعت الاي اي السريعه قوي دي؟ يعني هل الناس كانت مستعده ولا الناس مخضوضه؟
يعني انا بتعامل في الدايره بتاعتي او بتاعت الصناعه اللي انا فيها، بس اكيد انت عندك علم اكتر وعندك يوزر انسايتس بتقولك الناس مستعده لده وايه يعني رد فعلهم على السرعه الفظيعه دي. بصي، طبيعه البشر الادابتيشن او التكيف السريع على الموقف. خلينا ناخد مثال بعيد خالص عن الذكاء الاصطناعي. الكورونا، ايام الكورونا ايه اللي حصل فيها؟ ايام الكورونا الحق كله قاعد في البيت، هنعمل ايه؟ فجاه ظهرت ابلكيشنز جديده تسليكي وانت قاعده في البيت. الحق هنعمل ايه في الشغل؟ فجاه البلاتفورمز بتاعه الفيديو كونفرنسنج بقت هي اهم وسيله للتعامل في العمل، والشركات نزلت تولز كتيره لده. فانك تعملي ادابتيشن سريع ده جزء من البشريه، الايفولوشن بتاعتها، احنا نقدر نعمل ده، لكن استغلالها الصحيح هو ده اللي مهم. ان يبقى عندك ethical dashboard، يبقى عندك عدادات للاخلاقيات ازاي تستخدمي، هو ده اللي مهم. حاليا طبعا التطبيقات بتاعت الذكاء الاصطناعي في ناس دماغها شمال ممكن تستغلها بطريقه غلط، وفي ناس دماغها مظبوطه عايزه تفيد بيها البشريه وتخلق حاجه جديده. الدسكشن العام دلوقتي في انه حتى بوجود كمان انه الذكاء الاصطناعي هيبتدي يبقى بيتخذ قرارات بيزد على جودة المعطيات، ولو جودة المعطيات خاطئة ومعطيات خاطئة فهيتخذ قرارات خاطئة. فأصبح النهاردة مش ذنب الذكاء الاصطناعي انه خد قرار غلط، أصبح غلطة البني آدم انه اداله معطيات خاطئة. في بقى كلام كتير قوي دلوقتي على إنشاء حاجة زي الايجنسي أو الوكالة لضمان جودة أخلاقيات الاستخدام للذكاء الاصطناعي. أنا بحاول أعرب قوي الترمينولوجيز، بس الذكاء الاصطناعي النهاردة هيبقى له حاجة اسمها ethical dashboard، وهيبقى له حاجة اسمها governance، طبعا موجودة وبقى لها فترة ولكن لم تقنن بصورة very firm. مش معنى النهاردة ان بقى فيه ديفن اللي يقدر يعملك اي سوفت وير للذكاء الاصطناعي، يعني اي ديفلوبر النهاردة قادر يعمل حاجة في الذكاء الاصطناعي. لا، هو النهاردة ولد عنده 4 سنين قادر يعمل ابليكيشن ذكاء اصطناعي، واللي عنده 4 سنين ده ممكن يبقاش عنده الاثيكال داشبورد دي، ما عندوش الاخلاقيات دي، او دماغه مش ماشيه بطريقه مظبوطه، فممكن يعمل ابلكيشن غلط مش مظبوط، مش هيفيد، هيضر الاخرين. الوكاله دي هيبقى دورها ان قبل ما النهارده، وده اللي حصل النهارده، عملت ابلكيشن انزل بيه على اليوتيوب، نزله على الويب سايت، الناس كلها عندها اكسس عليه، لا، هيبتدي في مرحله governance ولايسنسنج، ترخيص. فقبل ما تعمل ده هيتعرض على موديولز تانية، احنا نفسنا طبعا تبقى ACI برضو، عشان تقدر تعمل ethical assessment لاستخدام الابليكيشن ده قبل ما يطلع للبابليك، وليها مرحليات طبعا هتشتغل عليها يعني. لكن ما بقاش خلاص، ما بقاش الموضوع انه هو احنا قادرين نعمل ايه بالاي اي، لا، هو احنا دلوقتي عارفين الاي اي بيعرف يعمل كل حاجه، هيعرف يعمل اي حاجه. هو دلوقتي ما بقتش قد ايه نقدر نعلمه، هو دلوقتي بقيت قد ايه نقدر نحجمه، قد ايه نقدر نديله جاردرين، نديله قضبان ما يطلعش عنها، ويبقى ضامنين جوده المعطيات اللي هو بياخدها لجوده المخروج منه هيبقى عامل ازاي من الريزلت، ايا كان بقى، كان سوفت وير ولا صوره ولا فيديو ولا ايا كان. احدى الامثله اللي لسه متفرج عليها من كام يوم، انه ادوا احدى الابلكيشنز بتاعت الشركات العالميه اللي بتقدر تطلع فيديو دلوقتي، تقدر تفورمات فيديو، يعني جميع المعطيات الصحيحه الميديكال، وفي السبورت بتاعت حاجه اسمها باركور، اللي هم الشباب اللي بتمشي على الحيطه وبتنط فوق المباني وبتنزل مش عارفه ايه، ادوهم جميع المعطيات وحركه البونز وحركه الماسلز. طلع لنا واحد وزنه 150 كيلو في الدور الثالث، هينط من الدور الثالث وينزل في الشارع بدون ما يتخدش، ودينا ده من 3 زوايا. فعلا الابليكيشن بهذه المعطيات طلع 3 فيديوهات دول، خدوا 3 فيديوهات دول وادوها لميديكال كونسلتنتس وناس دكاتره عظم والشباب بتاعت رياضه الباركور دي، ان هي تبقى مفيش غلطه، الحركه ما كانش فيها غلطه، بالرغم من اكبر غلطه فيها كانت ده واحد وزنه 150 180 كيلو، ازاي هيقدر يعمل الحركه دي وينزل بالطريقه دي؟ وطلعت فلولس ولا غلطه.
هي دي الفكره، جوده المعطيات ازاي هنستخدمها، والجوفرنس والاثيكال داشبوردز اللي احنا هنقدر نديها للتولز دي، للاي اي ابلكيشنز دي، عشان تقدر تدينا اللي احنا عايزينه صحيح. فللاسف تاني وقولوا للاسف ان العامل البشري ستيل هو المحرك الاساسي حاليا للإيرة الضخمه اللي احنا داخلين عليها دي. ومفيش حد فينا بايس، مفيش حد فينا نيوترال، مفيش حد فينا ما عندوش هي هنرجع تاني لحرب الخير والشر، وساعات الشر من وجهة نظرك بيبقى خير من وجهة نظري، صح. فهنرجع تاني لان العامل البشري نفسه محتاج يبقى عليه AI يقول له انت اثيكلي اسست صح، يبقى عليه رقابه. بالظبط. فاهم اللوب اللي هنبتدي ندور عليها عامله ازاي دلوقتي؟ بس حلو، لان دي حاجه هتطمن ناس كتير، لان دي من اكتر التوبكس اللي انا بسمعها في القعدات من الناس. اي حد بيتكلم عن الاي اي بيتكلم في الجزء ده بشكل كبير، انه عامل مخاوف كبيره جدا، ان انا ممكن ما اضمنش حقي، طب انا هروح اعمل ايه، طب انا والناس حاطه صورها على السوشيال ميديا. لا بالعكس تماما. فكله بدأ شويه يخاف. لا بالعكس، الارتفيشال انتليجنس هيخلق حاجه اسمها ايكوال اوبورتيونيتي ديستريبيوشن، او توزيع الفرص بشكل متساوي، لان هو لا بيحبك ولا بيكرهك، ولا جاي متنكد ولا جاي مبسوط، ولا عايز يروح بسرعه عشان تعبان لانه مش هيتعب. فهو بياخد القرارات طبقا للمعطيات بالظبط، مش هيغير فيها حاجه من الحاجات اللي سمعتها ليتلي. واعتقد انا برضو انا الحقيقه انا متابعك يعني ليا شرف طبعا، وعامله حاجه جميله جدا. حته التوظيف هي احدى مآسي الجميع. ازاي ده اساس بقى البودكاست ده، واساس اصلا البروجكت بتاع نوت فروم ذا كاوتش. المأساة والله انا فخور جدا بالبودكاست والمسج اللي انت عايزه تديها تماما، وعايز اطمنك الاي اي في ظهرك، الاي اي وراكم ومعاكم عشان يخلق الفرصه المتساويه دي، الفرصه المحايده. النهارده ناس عندها مشاكل كبيره جدا في ان هي مش عارفه توصل السي في بتاعها لحد عشان تقدر تشتغل طبعا، والوظائف اقل بكتير جدا من عدد الناس اللي عايزه تشتغل، واحنا بنزيد كل يوم كتير حقيقي. الاي اي على الامباكت اوف بزنس اونر هيقلل من الدونكي ورك، هيقلل من الاعمال اللي بتضيع وقتنا، وهيخلق اوبورتيونيتيز جديده. فصاحب العمل هيبقى عنده جوبز جديده ما كانش عنده قبل كده في الهيراركي بتاعته. والراجل عشان يوصل السي في بتاعه عايز يوصله ما بين 100,000 واحد. مستحيل شركه تقدر تطلع على 100,000 سي في عشان تطلع منها كانديديتس الاسيتس اللي هي تقدر تستغلها، لان ده استثمار. ايوه، محتاجين نشرح بقى بالتفصيل، لان انا شخصيا من الناس اللي مش بس تحمست، انا حسيت بأمل فظيع لما سمعت الموضوع ده. ان ازاي تستفزيني عشان اقول لك على حاجه ازاي انا عايزه بجد تشرحها بشكل مفصل، ازاي الاي اي هيساعد الناس ان هي تاخد فرص من غير حدود ومن غير ليبلز، من غير اصل انت ما كنتش في جامعة كذا، اصل انت ما تعلمتش في انجلترا، اصل انت ما عندكش 20 سنة خبرة. من غير بقى الليبلز دي كلها، ازاي الناس هيقدر يكون عندها equal opportunities عادلة بناء على شغفهم وشخصياتهم والكابابيليتيز او قدراتهم كبني ادمين، يقدروا يعملوا ايه ويقدروا يوصلوا لايه. احدى التشالنجز الكبيره جدا في ان صوتك يوصل في العام هو الوقت، لان اللي هيسمع صوتك ده عنده وقت عايز يسمعك انت و1000 حد تاني. قلنا تاني الدونكي وورك، عايزين نإليمينيت الحته دي. احنا شخصيا في الشركه طبعا بيبقى عندنا مينيمم كرايتيريا، يعني لازم يبقى فاهم الكود، فاهم حاجات طبيعيه، واحنا هنثقل من السكيلز دي من عندك. عشان ايه اهم حاجه عندي؟ الانسان وعقله. انت بتفكر ازاي؟ شخصيتك عامله ازاي؟ بتاخد قراراتك طبقا على ايه معطيات؟ انت قادر تكوميت ولا لا؟ لو خدت الاختيار حتى لو الاختيار كان خاطئ وفي الوينز واللوسز بتاعته، هتكوميت لهذا القرار
وهتكمله للاخر وتطلع بيه باكبر ربحيه، لانه في لص، في خساره، مفيش حاجه مكسب بس. طبعا البني ادم هو احنا هنرجع تاني للحته دي، البني ادم هو المحرك الاساسي لاي حاجه، لان التول بقت موجوده، السكيل بتاعت كل يوم روتين بقت موجوده. فاحنا اشتغلنا على التطبيق بقالنا شويه عشان ومش عايز الجماعه بتوع الاتش ار يزعلوا مننا، الله يخليكم. احنا اشتغلنا في تطبيق للاتش ار عشان نسهل عليهم عمليه الريكروتمنت. بدل ما هو بيستقبل 100,000 سي في، والسي فيز تعدي على ايجنسيز، الايجنسيز دورها توظف وخلاص، فتروح بعتها ده من ده دايركت على طول. مفيش عمليه فلترنج جينوين، مفيش عمليه تحديد للمحتوى بطريقه حقيقيه، كلها عمليه سيستماتيك، عمليه تلقائيه بتحصل وخلاص. ففي الاخر خالص ما بيبقاش فيه ايكوال ديستريبيوشن، لان انا امكانياتي اكبر بكتير قوي من الشخص اللي وصل لك السي في بتاعه، بغض النظر عن كلمه الواسطه وغيره وغيره وغيره. فيكي هتبقى بدل الاتش ار انترفيور، وبدل ما انت قاعده بتعملي انترفيو ومش عارفه تعملي ايه، وقدامك ساعه ولازم تجاوبي على كل الاسئله وخايفه، وحياتك هتنتهي بعد هذا الانترفيو. من نوع الاسئله بتاعت شايفه نفسك فين كمان 5 سنين من النهارده؟ ما انا لو شايفه نفسي مش هبقى قاعده معاك، مش هاجي هبقى مع ناس ثانيه، هبقى شيك بيل جيتس. او مثلا لو جالك فرصه تانية احسن من عندنا، ايه اللي يضمن لي انك تمشي وتسيبنا؟ لا على فكره انت شخصيا لو جات لك فرصه احسن هتسيبني وتسيبنا يعني. فلا مش ده نوع الاسئله. انا عايز اعرفك، وانا عشان اعرفك قال لك تعرفه؟ اعرفه. اتكلمت معاه عشرته؟ لا يبقى ما تعرفوش. فانا عايز اعرفك، عشان اعرفك لازم اتكلم معاك واجربك. ممكن تقولي بقى اني شركه النهارده ممكن يبقى عندها حد بيعمل انترفيو اسبوع مع نفس الشخص؟ مستحيله. احنا بقى هندي هذه الشركه فيكي عشان تبقى بتقعد مع كل اللي بيتقدموا دول، معاهم السي في بتاعهم الجميل بتاع انا اشتغلت 2 وبتكلم 15 لغه وشاطر جدا في كل حاجه ومفيش زيي في الدنيا. طب انا عايز اعرف بقى، اتاكد من الكلام ده اثر عليك انت كشخص ازاي. اتكلم معايا، عايز اسمع منك. طب ايه رايك في السيتويشن دي؟ وبعمل معاه انترفيوز باسسمنت ليفل ضخمه جدا على البيرسونال وعلى الكاركتر وعلى الديسيجن ميكنج وعلى السكيلز كامله. فانا اللي بعمله سي في، انا اللي بديله سي في الحقيقي بتاعه، انا اللي هتشالنج بجد. انت جاي حاطط كلمتين على الورق وخلاص ولا انت فعلا ده؟ وبعدين هكلاسيفاي كل دول. فالشركه لما تحب تقول انا عايز حد بجد بيعرف يستغل الموقف، وبعد ما كان مشكله بقت فرصه، ويكون اثبت ده في حاجه حقيقيه ملموسه مش حكايه بالهوى، ويكون عنده خبره 3 سنين وبيتكلم لغتين بس بيفهم لغه ثالثه غريبه جدا عشان احنا هنكسباند في فنزويلا، ويكون عنده الفرصه لتعلم شيء جديد لانه عنده الوقت. ده يتقال في السي في ازاي؟ صح. يعني ده يتقال في السي في ازاي؟ بس انا عشان اتكلمت مع 100,000 وعملت لهم كلاسيفيكيشن حقيقي للمحتوى بتاعهم، لما هو هيجي صاحب العمل يسال فيكي يقول لها انا عايز المواصفه دي في شخص ووظفه بكره يبقى جاهز، فيكي هتدي له كانديديتس بتاعته اكزاكتلي زي ما هو كان عايزه. هنرجع تاني، الابتكار الحقيقي كان فهم المحتوى. هنفهم، بقينا بنفهم بدون ما نبقى موجودين. هو ده الذكاء الاصطناعي، هو ده القدره على الانفورميشن كلاسيفيكيشن. خلاص احنا بقينا شاطرين قوي في الحته دي، فكده كله خد فرصه انه يتشاف. طبعا لان انا بقيت عارفه. هي دلوقتي بقتش فرصه انه يتشاف، فرصه انه يثبت نفسه. فالاي اي مش موجود عشان يبدل الناس، هو موجود عشان يخلق فرص. بس هو حقيقي موجود عشان يتشالنج كل الناس في امكانياتها الشخصيه، الاثكس بتاعتها، سرعه مردود الديسيجن ميكنج بتاعها بيزد على حاجه تحت ضغط كامل. عملت فيها ايه وعملته ازاي؟ اديني ريفرنس، كانت انهي شركه؟ اسئله انت كانترفيو قاعده فيه مع الاتش ار هتبقي مكسله. طب خيالنا شركه جميله. مش فكره بس كسل، فكره ان الريكروتمنت تيم دايما بيكون مش عدده كبير. كتير من الشركات الريكروتمنت تيم بيكون عدده صغير قوي، ومفيش بني ادم عنده القدره انه يشوف 1000 CV كل يوم مثلا، او 500 CV كل يوم، ويقرا واحد
ويدي فرصة لواحد ويتكلم مع واحد. يعني دي قدرة البشر مش موجودة عندهم. اللي احنا بنحاول نعمله بقى دلوقتي ان احنا ما نتكلمش مع 1000 واحد، نتكلم مع 100 مليون واحد ونفهم المحتوى بتاع 100 مليون واحد، ونعرف نعمل لهم كلاسيفيكيشن عشان جودة المعطيات تبقى بتساوي جودة المخروج من الموديول بتاع الاي اي. وده السبب الأساسي اللي خلانا نعمل كل الكويستشنيرز على الويب سايت ملهاش أي علاقة بالشغل. جدا الحركة دي يعني كلها عن حاجات صح. ليها علاقة الشغف بتاعك، شابوه، لو ما شابوه، عندكش حدود هتشتغل ايه اكتر حاجات بتخليك مبسوط، ازاي تقدر تكتشف نفسك، حاجات كلها ليها يعني مبنية على البني آدم. كل واحد ليه طريقة تعبير مختلف. في حد بيعبر عن نفسه في رسمة، في حد بيعبر عن نفسه في كتابة، في حد بيعبر عن نفسه بأكشن في رياضة. لكن اللي بيجتمع عليه الجميع هو ان الناس بتعبر عن نفسها بده. عشان كده بيقولوا لسانك حصانك. اسهل طريقه تعبير هي ده. فان انا النهارده اعبر لك عن اللي جوايا وانا قاعد بكتبه وعايزه يبقى احلى حاجه في الدنيا وتقلب بطريقه منسقه وشيك. حبيبي انا مش عايز ده خالص، انا عايزك تتهته وتفتف وتعمل اللي انت نفسك بالظبط. مش عايز اعرفك انت، مش عايز اعرف البرزنتيشن سكيلز بتاعتك. احدى الايكوال ديستريبيوشن للاوبورتيونيتي مش ان احنا وصلناهم، هو كمان اتخاذ القرار. وانا عرفت كويس قوي انه افلتر الناس دي واعملها كلاسيفيكيشن مظبوط وعرفتهم بشكل حقيقي، فعارف دلوقتي اقول انا عايز مين في الاسيت اللي انا عايز اشغله عندي ده. طب انا بقى كصاحب العمل في قراري هقرر ازاي؟ واحد صاحبي قال لي طب ابن اختي. فهنا كمان في بوليسي ميكرز، صناع القرار لا يقل اهميه تماما عن عصر الذكاء الاصطناعي كله. لأن لو صناع القرار هم كمان ما عندهمش ethical داشبورد، ما عندهمش أخلاقيات اتخاذ القرار، يبقى ما عملناش حاجة. صح. فاللي انت بتقولوا لي دلوقتي انت اتخاذ قرارك مبني على حاجة إنسانية قوي، ودي حلوة جدا. لأن دي كانت التشالنج اللي أنا عشتها لما بدأت شغل. دي قصة حياتي. أنا دايما بقولها للناس اللي معايا في الشغل، كل كيان ومؤسسة وليها هيكل وظيفي، ليها هرم وظيفي واضح وصريح يعني. فدايما كنت بسألهم بقول لهم ممكن تقولوا لي مين بيشتغل عندي مين؟ عند مش يعني مش بطريقة وحشة، عندي يعني دورك انك تعمل وظيفة معينة وتعمل لها ريبورتنج للي فوقيك عشان اللي فوقيك يقدر يتابع هذه الوظيفة ويشوف اتعملت صح ولا غلط. هو ده الهيكل الوظيفي يعني. فدور الموظف انه يعمل الوظيفة بالطريقة اللي تلائم استراتيجيات الشركة. دور مدير هذا الموظف انه يتأكد من كل طاقم العمل اللي معاه يكون بيؤدي هذه الوظيفة بطريقة محترفة، يعني بيعلمهم ازاي ويسيبهم يعملوا، مش يقول لهم لا ما تفكروش انتوا سيبوني انا ما تفكرش انت اعمل اللي بقول لك عليه بس. ده اول مشكلة هتحصل. وبعدين هذه المديرين المفروض يعملوا ريبورتنج للسي او صاحب العمل او ايا كان يعني. هو فعليا الوحيد اللي بيشتغل عند كل الناس دي هي سي او. السي او دوره انه يخدم على كل الناس دي عشان يضمن ان المنظومة كلها في سينرجي واحدة وهارموني واحدة ومتزيتة، مفيش مشكلة معصلجة فيها. فهنا البوليسي ميكرز لازم تتأكد مش من تأدية الوظيفة، من كيفية تأدية الوظيفة. صح. عشان أعرف وأقول أنت قادر تضيف لي ولا لأ. ما أنا النهارده لو جايب مدير قوي جدا عنده تراك ريكورد فظيع بنى نص الدنيا وجبته عندي عامل 1000 موظف معايا، هم الموظف هو الحقيقي اللي بيطلع الانتاج، عامل 1000 موظف بطريقة مش حلوة خالص ومش بطريقة لائقة، وما تفكرش انت اعمل ايه بقول لك عليه بس انا بفهم اكتر منك، انت تعرف ايه انا اعرف كل حاجة. ما في ايفنشولي ال1000 وانا عايزها كده. ال1000 موظف هيقعوا. صح. فانت جيت هيتحولوا من انوفيتورز لدورز للاسف. دي بقى يعني من البين بوينتس اللي في الليدرشيب موديولز او المانجمنت موديولز اللي موجوده كتير حوالينا للاسف، ان هم بيحولوا الانوفيتورز الناس اللي هي عندها القدره على الابداع لدورز اللي حاضر انت عايز ايه، عايز ده حاضر ماشي انا اعمل. انا هديكي مثال بصي هتستغربي منه جدا. فيكي هي في شكل بني ادم متى شكلها وومن دلوقتي،
وبقى عندنا كذا حاجه من الفورمه دي. فيكي لازم تلبس ملابس تلائم الكالتشر بتاعت البلد اللي هي فيها، والحمد لله احنا عملنا تاتش بيس قويه في الخليج، في بلاد في دول خليجيه فالحمد لله يا رب يعني. فلازم فيكي تلائم في لبسها هذا المضمون من الاحتشام والاحترام في اللبس، في الحجاب، في الكلام ده كله. عندنا حد في الشركه انا عمري ما بقول على حد صغير وكبير، بس هي وظيفته وظيفه بسيطه بيكتر علينا في حاجات معينه، وبعيد اشد البعد تماما عن الصناعه اللي احنا فيها. يعني يعني لو تسمحي لي، اسمه محمود، وده اللي بيخلي دماغنا تشتغل الصبح بانه يعمل لنا الكافي بتاعتنا وعارف كل حد فينا عايز ايه فاحنا حاليا بنلبس فيكي الحجاب واللبس الرسمي لاحدى الدول لتمثيل احدى وزاراتها، لتسهيل المهام بتاعه الديسيجن ميكنج يعني. فجاء قال لنا ما تعمل دي في اللبس بالطريقه دي، واعمل دي في اللبس بالطريقه دي، واعمل دي في اللبس بالطريقه دي. اي حد يقول لك يا عم انت ما توجعش دماغنا بقى، انت مش فاهمك انت، ده احنا معانا فاشن ديزاينرز ومعانا. فانا جبت حد من الناس الكاركتر كرييترز اللي معانا على جنب، قلت له بقول لك ايه، فرجني هو قال لي كده، وفعلا عمل كده. وليا الشرف ان اقول ان فيكي هيبقى لها اول ظهور في احدى الدول الكبرى الخارجيه بالملابس اللي قال عليها محمود. ولو انا ما كنتش اديت محمود الفرصه ان انا اوديله ده ويحس بالفخر بده، كنتش عرفت حكايه محمود. ان محمود في الاساس عيلته كلها عيله ترزجيه في وسط البلد. واو. هو اللي بيعملوا العبايات وبيعملوا يعني جاي من كور الكالتشر بتاعت اللبس ده بحت تماما. فانا لو انا ما كنتش اديته الايكوال ديستريبيوشن اوبورتونيتي دي وسمعته، كنت هعرف حكايته واشوف. وفادك لان هو حاسس انه في سيف سبيس، هو ما حدش هيحكم عليه، محمود امبارح وهيتسمع. انت مش متخيله بقى كميه الانرجي اللي دبت. محمود امبارح جالنا الشركه مع 7-8 من معلمين الصنعه بقى، بتاعه التطريز وبتاعه الحاجات بتاعه العبايات واو، ليفل تاني خالص. الفاشن ديزاينر لما قال لنا انا عطلت، مش حتتي خالص، انا مش بتاعتي، انا بتاع ده انا مش فاهم. وسبحان الله ما كنتش تتوقع ان انبوت زي ده يجي. قلت له كل ملابس هنعملها لفيكي اكني بشتريها منك وهشتريها منك. انا في مقوله بحبها قوي عن الليدرشيب بتقول if you want to lead people walk behind them. صح. لو انت عايز تدير الناس وتأثر فيهم كقائد مش كبس مدير، المفروض انك تبقى وراهم، مش انت اللي تظهر. هم اللي بيظهروا، قدراتهم اللي بتظهر، تفكيرهم اللي بيظهر، كل حاجة عنهم او عن ابداعهم هي اللي المفروض تظهر، وهي دي اللي بتقول ان انت قائد ناجح. هي لو اللي تحتك مبدعين، ازاي تستفزي الابتكار عندهم، تستفزي الكرياتيفيتي، ازاي تستفزيه في انه يبقى احسن من نفسه امبارح مش النهارده. احمد انا الحقيقه مش عارفه اشكرك ازاي، ومش عارفه اقول، يعني انا مش هفضل كل ما اشوفك اقول لك انا قد ايه منبهره بفيكي وبالسيستم وبطريقه شرحك البسيطه اللي قدرت توصل لكل حد من اعلى كاتيجوري في العلم للناس الاقل معرفه. فدي حاجه ساعدتنا وساعدت ناس كتير قوي ان هي تفهم بشكل مبسط ايه هو الاي اي، مش بس ايه هي فيكي، ايه هو الاي اي وهو جاي عشان يعمل ايه. واتمنى ان الحلقه دي تكون جاوبت على كل الاسئله اللي عند الناس. ولو حد تاني عنده سؤال ممكن يبعت لنا، ونتمنى أكيد. لو نقدر نتواصل معاك تجاوب لنا على الاسئله دي أكيد. فشكرا جدا، نورتنا في Not From The Couch. رسالتكم جميله ورائعه ومهمه جدا ومحفزه تماما جوه سوق العمل وجوه البيزنس امباكت، وده اللي احنا بنحاول احنا كمان نعمله. فدعمكم ده واجب، ده مسؤوليه علينا يعني. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. Thank you so much. نورتنا.